حياة الشعوب قصص وحكايات بتعكس ثقافتها وحضارتها وتاريخها. النهارده معانا قصة جميلة جدا، قصة البروتوكول الملكي. هنشوف حاجة يمكن مش عند ناس كتيرة قوي ولا حد يمكن يعرفها. أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. يا ترى مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده الملك فاروق يوم 28 أبريل 1936 الساعة 9:45 صباحا قدام مجلس النواب وهو بيحلف اليمين الدستوري. تعالوا نشوف الفيديو ده فيديو نادر. Egypt's young king has reached the age of 18 and according to the law of his country has come of age. So now he drives through seething streets beneath a burning Egyptian sun while his mother watches on his way to meet his parliament. Inside the Great Hall, King Farouk is received by the Prime Minister Nahas Pasha, by the senators and diplomats, most of them wearing the brilliant sashes of the Order of the Nile, and by the diplomatic corps, headed by British Minister Sir Miles Lampson. بعد ما شفنا الفيديو هنلاحظ حاجة، إن في الوقت ده كان بتطبق البروتوكولات كما يجب أن يكون تطبيق البروتوكولات الملكية. كان بيبدأ اليوم من الساعة 7 صباحا، كان يبدأ المراسم في استقبال وإعداد المكان وتسكين أو وضع الأسماء وفقا للأسبقية، أسبقية الضيوف الأعيان والضيوف الأجانب. وكان في الوقت لازم اللي يحضر مناسبة زي دي يحضرها بزي معين. حتى الملك نفسه كان في الفترة دي كان بيلبس أزياء مختلفة تتبع الحفلات أو تتبع المناسبات دي، وكذلك الأعيان وكذلك الوزراء. كان في حاجة اسمها كسوة، الكسوة دي اسمها الكسوة التشريفة الكبرى، كانت لازم يلبسها، حط فيها النياشين. كذلك الملك كان بيغير في كل مناسبة الزي بتاعه، يعني لو راح بزي عسكري لمنطقة بحرية يلبس الزي البحري، وهكذا لو منطقة جوية يلبس الزي الجوي أو زي القوات المسلحة. لما يدخل الملك يتعزف السلام الوطني ويتضرب الطلقات ترحابا بقدومه. الملك كان بيقعد وجنبه عن اليمين كان في ساعتها مجلس الوصاية، وكان بيقعد كمان الأعيان وكان النبلاء. يجي على الشمال يجي رئيس مجلس الوزراء اللي هو مصطفى باشا النحاس، وكان معاه الوزراء. بعد كده كان بتحصل مراسم. ايه هي المراسم؟ بعد الفاصل. بعد لما كان يبدأ الملك في الجلوس وتبدأ الاحتفالية، كان يطلع دولة رئيس الوزراء مصطفى باشا النحاس وكان يقول كلمة ويستعرض فيها الترحاب ويستعرض فيها ما يتم من إنجازات للوزارة. بعد كده يقوم الملك يحلف اليمين، وبكده يبقى بداية جلوسه على العرش. يمكن لما بنيجي نتكلم في البروتوكولات الملكية، كانت البروتوكولات الملكية في كثير من الدول في الوقت بتقاس بمدى حضارة الدولة. يعني الدولة اللي تقدر تطبق البروتوكول وتطبق قواعده كانت تعتبر متحضرة جدا. الوضع دلوقتي يمكن اختلف نتيجة تغيرات كتيرة طرأت على الساحات الاقتصادية والساحات السياسية، لكن يظل البروتوكول الملكي هو الأساس. كان أبو المراسم في الديوان الملكي كان سعيد باشا ذو الفقار. سعيد باشا ذو الفقار كان كبير اليوران وهو المسؤول عن المراسم في الديوان. لما توفى سنة 1946 يمكن جمعوا تلامذته كلهم عشان يشوفوا كان بيعمل ايه. فعلا جمعوا كل المعلومات في كتاب
اتسمى المراسم. الكتاب دون موجود حاليا فقط في قصر عابدين، ما بيطلعش منه. يمكن قصر عابدين ده مليان حكايات، والمرة الجاية هنتكلم في قصر عابدين وحكاية من حكايات من زمن فات.